أطيب كوردون بلو ممكن تذوقه بحياتك، وصفة ولا أطيب من هيك. استواء ممتاز وسهلة الصنع، وما في أسرع من هيك بتساويها. كتير طيبة وكتير ناس بتحبها، الكبار والصغار، وكتير محشية كتير شغلات طيبة. وشوفوا الجبنة كيف عم بتشوط، بسم الله ما شاء الله، رهيبة جدا. استواء من جوا والجبنة سايحة من برا، تاخد العقل. شوفوا ما شاء الله، تاخد العقل. هلا نحتاج للصدر دجاج كيلو، قطعته فرمته على ايدي بدون اي زوائد، لا ليه ولا اي شي، بده يكون فقط الصدر. بنحط له البهارات اللي هن ملح وفلفل فقط، وبنحركهم بهي الطريقة. بناخد كرات، بنقسمها كل القطعة لكرات، بعدها بنساويها بهالشكل، بنسطحها، بنحط جبنة موتزاريلا وبنحط ذرة. طبعا اختياري، اللي بدكم تحطوه بقلبها اختياري، فيكم تحطوا فطر، فيكم تحطوا ذرة، فيكم تحطوا جبنة اللي بتحتاجوها، ومسكرها بهي الطريقة، ولا أسهل من هيك. شوفوا بسم الله ما شاء الله، سريعة كتير وسهلة وبسيطة، ولا بتحتاج شي. بعد ما قطعنا طبعا الموتزاريلا لقطع طويلة بهالطريقة اللي شفتوها، بعدها هاي الكمية صارت كلها جاهزة عنا، بنحطها بالفريزر لتتماسك. لبين ما تتماسك بنجهز صوص البشاميل اللي هو حليب، ملح فلفل وزبدة وقطعة ماجي، أنا بحطها مشان تعطي النكهة. هلأ هيك بعد ما طلعت من الفريزر ومجمدة، بفكها من الأكياس. عنا للخليط التغميس بيض، طحين وذرة. بهالطريقة أول شي بالطحين، بعدين بنلتها بالبيض، بعدين بالبقسماط. بهالطريقة طحين، بيض، بعدها بقسماط، بهالطريقة اللي انتو شايفينها، ولا اسهل من هيك. هوني بالبقسماط بنكبسها، شوفوا كيف عم نشتغلها بكل تأني. وشوفوا كيف طلعت النتيجة النهائية. هلا على زيت حامي ونضيف مننزل الكوردون هيك بعد ما بتصير عنا جاهزة. شوفوا ما أحلاها، نحط عليها كاتشب ومايونيز، ونحط جنبها بطاطا مقلية. شوفوا ما أحلاها، وشوفوا النتيجة كيف الجبنة عم بتشط بقلبها، بتاخد العقل. استواء من جوا، ولا أحلى ولا أظرف من هيك. فينكم تحطوا عليها كاتشب ومايونيز، وفينكم تحطوا عليها صوص البشاميل. الطريقتين تزبط أحسن من التانية. اللي بيحب البشاميل بيحط بشاميل، اللي بيحب الكاتشب والمايونيز بيحط عليها كاتشب ومايونيز. أتمنى تنال إعجابكم. وصفتنا اليوم كتير سهلة وسريعة والكل بيحبها. بتمنى إذا حبيتوها لا تنسوني من لايك والشير وتعليقاتكم الحلوة، بحبكم كتير.